ما كانش عنده الفرصة ان هو يهرب، فقرر ان هو يدافع. فمسك بايده رجل واحد من الحرامية وقعد يعض فيها لحد لما اسنانه اتكسرت من كتر العض. في اللحظة دي الحرامي التاني كان بيحاول يدافع عن شريكه، ففضل يضرب جيسون تحديدا على راسه، وقدروا الحرامية انهم يسرقوا جيسون ويهربوا. وبعد ما وصل جيسون للمستشفى قالوا الدكاترة ان الضربة اللي اتعرض ليها اتسببت في ارتجاع في الدماغ ومحتاجة الراحة وبعض الأدوية. وبخروج جيسون من المستشفى بقى يحصل له حاجات غريبة. بدأ جيسون يشوف الدنيا بطريقة مختلفة، فاعتقد إن كل اللي بيشوفه دوت مجرد هلوسة من الأدوية اللي كان بياخدها، فقرر إن هو يستريح وينام. وفي اليوم التاني يلاحظ جيسون إنه غسل إيده 20 مرة خلال نص ساعة، ويسأل نفسه هو إيه اللي بيحصل؟ يا ترى جاله الوسواس القهري؟ ومع مرور الوقت تجيله حالة اكتئاب شديدة، ويبقى عنده شعور إنه مش عايز يقابل أي حد، وانعزل تماما عن الناس، لدرجة انه قفل كل شبابيك البيت بالبطاطين عشان ما تخشلوش